انك تتجوزي راجل ابن حلال وابن اصول وبيتقي ربنا فيكي، دي بالدنيا وما فيها. وده نوع من انواع رضا ربنا عليكي. الناس كلها بتتجوز، بس مش كلهم بيتجوزوا واحد ابن حلال وابن اصول. على فكرة يعني ده شيء بعيد عن انه جواز حب او صالونات. يعني دي حاجة في طبع الراجل ذات نفسه، الراجل اللي يشتري خاطرك بالدنيا بحالها، واللي يحوط عليكي برموش عينيه، اللي تكوني مالية عينه وقلبه وروحه وتفكيره، اللي يسندك ويساعدك ويجي على راحته عشان فرحتك انتي، اللي يوعدك انه هيكون نعمة الزوج وفعلا يطلع قد كلمته، اللي تحس انه ربنا كرمك وجبر بخاطرك بيه. الدين عنده انه يسعدك بما يرضي الله، ويحتويك ويحافظ عليكي وما يخليكيش تحتاجي لحد، ويبقى هو دنيتك ورزقك في الدنيا. الراجل ده مش موجود ومش بيجي بشطارتك، الراجل ده رزق من ربنا ليكي، ومش بيجي غير بكرمه، وانك تدعي انه يرزقك بواحد ابن حلال.